هو الاهلي كده يعني. بص لعيبه الزمالك لما جابت البطوله بتاعه الكاس السوبر طلعوا في التلفزيون، ودونجا طلع معرفش هنا ومين طلع هنا ومعرفش ايه، وعملوا قلبان. الاهلي ما بيلحقش، الاهلي ما بيعملش الكلام ده كله عشان ما بيلحقش. بيطلع من بطوله يكسب بطوله يخش في بطوله تانية. يعني انت خلصت بطوله السوبر اهي داخل على بطوله الانتر، فانت مش اللعيبه ما بتلحقش تفرح غير في الملعب. بس اللعيبه رجعت القاهره النهارده خلاص نسيت كاس السوبر. الف مبروك للنادي الاهلي طبعا. يعني انا ما عرفتش اطلع معاكم امبارح بعد المباراه من الفرحه، وكمان الاحتفالات اللي احنا عملناها والكلام ده كله، فما عرفتش اطلع معاكم امبارح. وكمان بقى لي يومين ما بطلعش، وحشتوني جدا 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 جدا. واحلى عوده ليا بفوز نادي الاهلي على الزمالك بكاس السوبر المصري ان شاء الله. يعني خدوا من ده كتير بقى، خدوا من ده كتير، عشان الاهلي بيفوت لكم بطوله كده وبعد كده ايه يعني، بيديكوا بقى بعدها 7 8 10 بطولات كده. فيعني الاهلي عمل مباراه جامده الشوط الاول بالاخص كمان. وكمان الشوط الثاني يعني بعد الاوقات كده بقى يتراجع، الزمالك كان افضل بس الاهلي عرف يطلع بالمباراه زي ما هو عايز. وطبعا كل الناس كانت خايفه من حته ضربات الجزاء ديت. انا واحد من الناس برضو كنت مقلق من اللعيبه اللي هتنفذ. بس يعني الحمد لله اللعيبه كانت مركزه، يعني باستثناء يوسف ايمن ورضا سليم. الاثنين والله وهم داخلين كنت بقول ان هم هيضيعوا ليه بقى. الاثنين كان باين عليهم القلق. الاثنين اول مره ينفذوا ضربات جزاء بتشيرت نادي الاهلي وبالضغط ده وتحت الجماهير ديت. عدى التجربه ديت عدى بيها يحيى عطية الله. المباراه بتاعت السوبر اللي ضيع فيها ضربه جزاء برضو، بس اتعود بقى وخلاص. شاف الضغط ده قبل كده. لكن رضا سليم ويوسف ايمن محدش يزعل منهم، لعيبه كبار جدا جدا. وكمان لمسه يوسف ايمن اول مره نشوفه بتشيرت النادي الاهلي في الملعب. لعيب جاي ان شاء الله في الفترات اللي جايه. طبعا انا دخلت معاكم بقى بفرحه الاهلي والكلام ده كله ونسيت اسلم عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وحشتوني جدا جدا جدا. بقى لي 3 ايام ما بطلعش ولا يعني كنت مجهز لكم حاجات كتير قوي في ال3 ايام دول، بس يعني الظروف عندي كده. الحمد لله على كل حاجه. طبعا وحشتوني جدا جدا والله. الفترة اللي جاية هنجيب لكم او مجهز لكم يعني اخبار تخص نادي الاهلي واخبار مهمة جدا جدا جدا. النهاردة بس حلقة بسيطة كده طالعين نبارك لبعض، وطبعا كل الناس بقى تخش تبارك لبعضيها في الكومنتات وتتفاعل كده وتعمل لايكات ومشاركة وتكتب وتبارك لنادي الاهلي في التعليقات. ان شاء الله من مكسب لمكسب. ان شاء الله المباراه اللي جايه لنادي الاهلي قدام نادي العين ان شاء الله مباراه مهمه جدا جدا جدا. كويس ان احنا رايحين لها واحنا واخدين بطوله ومبسوطين، عكس ان انت لو كنت خسران والكلام دوت فكانت هتبقى صعبه شويه. كنت هتروح مقلق وكنت هتروح مضغوط علشان تكسب وعلشان ما تزعلش الجمهور والكلام ده كله. طبعا المباراه على استاد القاهره وفي وسط يعني 70 او 80 الف مشجع. الملعب هيبقى مقفول بتاع استاد القاهرة. فإن شاء الله الفترة اللي جاية الأهلي يقدر يريح اللعيبة. المباراة مش بعيدة، المباراة يوم الثلاث اللي جاي، الأسبوع اللي جاي يعني النهاردة الجمعة. فعايزين بقى إيه اللعيبة إن شاء الله تبقى مركزة. واللعيبة يعني لو هتاخد راحة يوم ولا يومين، هم خلاص اللعيبة نزلت مصر النهاردة، لو هتاخد يوم ولا يومين وبعد كده ترجع بقى تدريبات. وكمان اللعيبه اللي طلعت مصابه في المباراه بتاعت الزمالك تلحق ان شاء الله المباراه اللي جايه. طبعا انا هتكلم في نقطه صغيره كده بس هكملها لكم الفيديو اللي جاي ان شاء الله في الحلقه بتاعت بكره عن هجوم نادي الاهلي. الاهلي يعني شبه ان هو بيخلص صفقه جامده جدا بعد مشكله كهربا كمان. وعندنا وسام ابو علي وطاهر محمد طاهر هم الاثنين اللي بيلعبوا قدام، وطاهر كمان ما بيلعبش الحته دي بس الاهلي بدا يلعبوا في الحته ديت عشان مش موجود. فطبعا الاهلي هيبقى من صعب جدا جدا ان هو يكمل الموسم اللي جاي الطويل دوت وبكل البطولات اللي داخل فيها بمهاجم واحد بس. ففي لاعبين الاهلي بيخلص فيهم قبل طبعا يناير اللي جاي. طبعا الاهلي خلاص مش هيلحق يجيب صفقات الصيف دوت. طبعا النهارده تقريبا 25 فصعب خلاص. يعني المفروض النهارده كده هيتقفل الساعه 12 بالليل. النهارده الساعه دلوقتي
8 اهيت. فمش يعني مش هتبقى صعبه قوي ان الاهلي يخلص صفقه النهارده. كان في كلام على مصطفى سنجاري ان هو يخلص وكده، بس ايه ما لحقش. يعني الاهلي ما لحقش عشان البطولات اللي داخل فيها، ما لحقش يخلص مع اللاعب وكده. فان شاء الله الاهلي بيخلص فيه صفقه او صفقتين من بره، يعني هيكونوا اجانب يعني مش مصريين. المصريين في كلام برضو على كام لاعب كده من مصري او من الدوري المصري. الاهلي هيخلص فيهم، بس ده كله هيبقى في يناير اللي جاي ان شاء الله. في حلقه بكره هنعرفكم الصفقات الهجوم بالذات او بالاخص، علشان خاطر الاهلي محتاج في الحته ديت ومحتاج دعم كبير جدا في الحته ديت. الاهلي مش هيلحق خلاص يجيب صفقات النهارده، عشان النهارده كده هيقفل 25/10. والاهلي ليه فرصه برضه في كاس العالم، يعني لو جاب صفقتين ثلاثه في يناير اللي جاي وما طلعوش 100% حلوين والكلام دوت، وصفقتين تعبانين، يعني يقدر بقى يجيب تاني بعد حتى يناير لما يقفل. عندك بقى في كاس العالم، قبل كاس العالم تقدر تجيب لعيبه عشان تلعب معاك في كاس العالم. النهارده يعني اللعيبه هتاخد راحه من التدريبات، طبعا لسه راجعين من السفر، هتاخد تقريبا راحه. وبكره تقريبا برضو يعني شبه كبير ان هم ياخدوا راحه، ويبداوا بقى ينزلوا التدريبات يوم الاحد او ممكن يوم السبت بالليل ينزلوا تدريبات، علشان خاطر طبعا المباراه يوم الثلاث فمش هيلحقهم. وهيعملوا معسكر مقفول بقى، محدش هيخش عليهم ولا حد يتكلموا في اعلام والكلام دوت، علشان خاطر آه يعني يركزوا في المباراه كده. هو الاهلي كده يعني. بص لعيبه الزمالك لما جابت البطوله بتاعه الكاس السوبر، طلعوا في التلفزيون ودونجا طلع معرفش هنا ومين طلع هنا ومعرفش ايه، وعملوا قلبان. الاهلي ما بيلحقش، الاهلي ما بيعملش الكلام ده كله عشان ما بيلحقش. بيطلع من بطوله يكسب بطوله يخش في بطوله تانية. يعني انت خلصت بطوله السوبر اهي، داخل على بطوله الانتر. فانت مش اللعيبه ما بتلحقش تفرح غير في الملعب. بس اللعيبه رجعت القاهره النهارده خلاص نسيت كاس السوبر. ده يعني لعيبه الاهلي مظلومه فيها شويه، يعني من كتر البطولات فما بتعرفش تفرح غير في الملعب بس. وده طبعا حاجه كويسه مش وحشه للجمهور، يعني ان احنا بنحب كده، بنحب الفوز على طول وبنحب البطولات على طول. ان شاء الله انتظرونا الحلقه اللي جايه، هتكون فيها صفقات جامده جدا جدا، وحلقه مميزه جامده، يعني حلقه ضرب نار زي ما بيقولوا. ان شاء الله انتظرونا بكره. وكمان ما تنساش بقى يا صاحبي، لو لسه ما ضغطتش على اللايك اضغط على اللايك، واكتب الف مبروك نادي الاهلي. اهلاوي بقى زملكاوي، خلي روح رياضيه كده زي ما عملنا معاكم. فان شاء الله انتظرونا بكره، واعملوا اشتراك بقى ولايك للفيديو دوت، واكتبوا في كومنتات اللي انتوا عايزينه. الف مبروك، قولوا لي انا الف مبروك يا عم، اي حاجه. ان شاء الله انتظرونا بكره. وفي النهايه شكرا لدعمكم، واشوفكم بكره ان شاء الله في حلقه مميزه جدا جدا جدا. السلام عليكم.